كتاب الرياضة العراقية مليء بالأبطال الذين وضعوا أسسها ومدوا خطوطها بشكل صحيح ليسيروا وفق آلية عمل متقنة أوصلتهم إلى عالم الإنجازات وبمختلف الميادين التي شهدت لهم ذلك. فهرسة الكتاب فيه أسماء لامعة، نختار منه اليوم بطلتنا ميساء حسين، بعد أن شغفت برياضة ألعاب القوى منذ نعومة أظفارها، لتغوص وتتعمق بها يوما بعد آخر من خلال مشاركاتها الداخلية والخارجية. اصطادت فيها ألقابا وميداليات متنوعة زادت بذلك الشيء قوة إضافية لعروس الألعاب، وخصوصا الأركاض للمسافات المتوسطة والطويلة، لتستمر بعطائها على هذا المنوال وتتسلح بناصية العلم الذي كان سندا لها. نفتخر احنا ككلية تربية رياضية انه احنا نمتلك واحدة من هكذا عناصر مثلت العراق في المحافل الدولية، وتستطيع ان تبني جيل وتدرس وتخرج جيل واعد يستطيع ان يدرس العاب القوى، يوصل العاب القوى الى المدارس والمعاهد الرياضية. حقيقة ست اسماء ميساء حسين من التدريسيات التي عاصرناها منذ الطفولة، تمتلك خلق كبير جدا ومحبة لألعاب القوى، وتحب أن تطور نفسها، وهي أيضا إحدى أعضاء الاتحاد العراقي مركز لألعاب القوى. الجانب الرياضي بات ملازما لها في كل وقت حتى بعد اعتزالها، لتدخل المجال التدريسي في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بمادة ألعاب القوى. فخبرتها الوفيرة بهذه الرياضة لم تكن حكرا عليها، بل قدمتها لطلبتها وزملائها من اللاعبين ليستفيدوا منها في مشوارهم الرياضي، كما أنها تبوأت مناصب في اللجنة الأولمبية واتحاد ألعاب القوى كتب لها النجاح بعملها. أنا قد ما أحكي على الست ميساء حسين قليل بحقها، لأنه إنسانة قديرة وتقدر الطالبات. احنا بالنسبة كطالبات وياها ومتعاملين وياها صار سنتين. إنسانة عظيمة، إنسانة مجاهدة، إنسانة بمعنى الكلمة، إنه يعني امرأة بمعنى الكلمة، مثابرة. يعني المعلومات ما شاء الله، يعني هي خبيرة، لأن اتخذت هذه الصفة من الأستاذ مزهر مالك، لأن كان كل تدريب اللي يدرب لها، يعني مع العلم بس الإحماء اللي يدرب لها ينطيها يعني منهاج كامل عليها، يقولها أنت كذا، هيك الإحماء، هيك الدورة مالتك اللي تمارسيها بالمسافات 400 أو تمرينك، يعني هو يشرح لها شرح عام وليس يشرح لها بس أمور خاصة. وما شاء الله لحدنا همات كذلك للطلبة هم تشرح لهم، يعني الإحماء أو اللياقة البدنية أو المرونة تعطيهم إياه، هن إذا يطبقنها وتشرح لهم. مثل هذه الرموز وغيرها يجب أن تكون دائمة حاضرة في العمل الرياضي للاستفادة منهم في زيادة الحركة الرياضية للاعبينا المتواجدين حاليا بخارطة الرياضة العراقية، بتحفيزهم على بذل المزيد من الجهد والمثابرة لتحقيق الألقاب من أجل كتابتها في كل وقت وزمان. ميساء حسين كالفراشة تنتقل من زهرة إلى زهرة، وهي تعمل بجد وإخلاص دون أي كلل أو ملل، وهذا سر نجاحها الذي دون بصفحات تاريخها الرياضي. زيد غالب، العراقية الرياضية.